السلام عليكم خوش، بخير، هاني صحة مزيان، في امان الله، كلشي وداك بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد مع نهار جديد. الناس اللي كيقولنا اخويا درنا الفيديو على البقر، انا شويه ما شوف البقر ما عنديش مع بحال الغلم. المهم انا غنقول لكم غير شي حاجه اللي كنعرف على البقر و تبارك الله عليكم. البقر راني كنشوف البقر حتى هو ما تعطيش التبن ديال الشعير. التبن ديال الشعير كيدير البقر القمله. من الاحسن نعطيه لونسيلاج، النخاله، السيكالين ديال الحليب، نعطيه تيقولوا ليه القرشان، نعطيه التبن ديال القمح ولا الفراج ديال الخرطان. راه كيخدم للبقر بزاف. الفراج ديال الخرطان الخوت راه مليح للبقر. المهم البقيرات اللي عندي هذه راه بقره ضاره دافعه، عندها دابا شي 8 اشهر، ملقح ليها البلجيكي. هذه ضروبه خديتها هذا العام بومليار، خديتها من يول و32، راني ملقح ليها دابا بشي 15 يوم. هذه راه بقره يلا والده مسكينه. هو الشطين، هذه راه ضروبه بومليار، ها هي فين هي، راه لا ضاربه. هذه هي العجيله فين هي. المهم الخوت البقر راه هو خاصو يشرب الريب. انا مازال باقي ما شربتوش، يلاه غادي نجيب ليه الريب، غادي نوريكم كيفاش كيتشرب. البقره كتشرب على حساب بحال هذه، نعطيها واحد 70 سنتيم ولا 60 سنتيم، حيت البقر حتى هو كتكون فيه السين، حتى هو كيكون فيه الدوده، كيكون فيه واحد الدود حاشاك في الزبل ديالو. انا مجربو واحد المره، كنت شربت 3 البقرات و3 ما شربتهمش. البقرات هذوك اللي شربت تبدلوا على البقر الاخر. ديما البقر ندق ليه الجلبه ديال المراره، الجلبه ديال المراره كدق ليه هنا في العنقره، في هاد البلايصه، سمح يا خويا، كدق ليه هنا في اللحم، كندق ليه 4 سنتيم، ماشي بحال الغلم، 4 سنتيم بحالو بحال العجول. حتى البقر ندق ليه الجلبه ديال المراره حتى هي راه مزيانه، ونشربوا الريب. هذه راه عجيله، هذه راه بقره حتى هي راه والده، هذه هي هولشتاين، هذه راه عجيله بلجيكيه. هادوك امها ماتت ليا، كنت شاريها، مولاها قال لي راه ملقح لها بومليار، والبلجيكي دقه وحده دق لها 2 براوات. المهم هي خرجات بلجيكيه. هذه باغي نربيها ان شاء الله، نشوف الفخيضات تبارك الله كي دايرين. هذا راه عجيل، هذا راه عجيل، هذا عجيل صغير هذا. او نوض 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 نوض. هذا العجيل يلاه زيد دابا عنده شي شهير. المهم هذه راه داره مسكينه، راه قريبه تولد، دابا عندها شي 8 اشهر. ها هي فين هي. وخوت البقره الا بغيتي تعرفها ضاره باقي ما كيلقاش التيلاد، غتجي لها حنا حياتها. هادشي راه عادي الخوت. غتشوف ليه هاد الثبه، هاد الثبه الا لقيتيه يجي بحال الفوريه والحموريه، راه البقره ضاره. الا لقيتيه ابيض، البقره راه باقا ما ضاراش وراه باغا تضرب. وإلا بغينا نعرفوا البقره باغا تضرب مناش، البقره كتولي تهود واحد الخيوطه من حياتها بيضين، واخا ما تبانش لك واقفه، تبان لك ملي كتجي كتلقاها مريحه وحاطه حساب شي كاس ديال السبق بيض بحال الدجاج بيض. عرفها البقره راه باغا تضرب، لقح ليها. راه كتلقى ليها الوالده، كاين البقره اللي كتوقف وما كتبينش لك، المهم هي مثبيه وما كتبينش لك، كتلو غير الثبه، كيكون عندها الضرابه ديالها بارده. هذا هو اللي كاين الخوت. واللي باغي يشري من السوق يقلب على التيلاد. الا ما لقاكش التيلاد، حيت شحال من واحد دابا كيقول لي البقره دارا، كيقول لي دار عندها شهرين، شهرين ونص. البقره شهرين ونص راه ما كتبينش، البقره ما كتبين حتى ل7 اشهر. عاد باش كتبين على 7 اشهر، عاد باش كتبين. النعجه كتبين لك على 4 اشهر و3 شهور والفوق، عاد باش كتبين لك. البقره على 7 اشهر. كاين اللي كتمشي عندو كيقول لك بقره دار اخويا، وحده يحلف لك يقول لك والله الا والله حتى والله حتى والله حتى عندها 4 اشهر، عندها 5 اشهر، وعندها. شوف الا عندها 5 اشهر غتقول لها 4 اشهر، غتقول لي عندي حاجه. غيقولك شنو هي؟ غنقول ليه غادي نخلصك ونمشيو عند الطبيب، ولا نشد لك النص ديال الفلوس، غنمشيو على الطبيب نقلب لقيت بقره ضاره، راه نخلصك. ما لقيتش البقره ضاره رجعها لك وتعطيني فلوسي. هذا هو اللي كاين الخوت. هذه راه ضروبه، راه زوينه تبارك الله، مليحه. يلاه خديتها دابا عندي دابا شي شهير بحال ما هكاك، وراه ضاربه ب 15 يوم. ها هي. المهم حيت شحال واحد كيقول لي اخويا درنا على البقر وضروري من الدواء. انا الدواء راه باقا ما شربتوش، وباقا ما جالبش لي. مرة نهار غادي نجيب لي من الدواء ان شاء الله، راه غادي تشوفوا كلشي بعينيكم، والله يدير الخير. هذه راه هولشتاين مسكينه، راه كترضع ناقصه شويه، ودابا راه كيخرجوا الكلاس، راه ما خارجين الكلاس الخوت. دابا مع اليوم الشق ما خرجوش.
يكرسوا الزرع وداك الشيء راه كيدخلوا شبعانين منه. هادوك راه مع والدات باقي ناقصات شويه. ها انت هذه اللي ظاهره تبارك الله راه مليحه. ما عنديش هذاك البقر اللي مهجلق طويل وديال برا وداك الشيء ما فيه غير خسران. هادو بقرات ديال البلاد. وهذه الخوت هذه راها قديمه عند الوالد، قديمه راه تكون ضاربه واحد 15 عام ولا فوق من 15 عام. هاد البقره اللي تشوفوا فيها فوق من 15 عام. هذه اللي عندها دابا مهم ما بين 15 وشي حاجه عندها. راه كبرات مسكينه وباقا كتولد. هيا راه ضاره دابا. الفليديت اش كيدير وحده. دابا راه شويه غادي نخلط لهم العلف، ندير لهم لونسيلاج والنخاله القرشان والتبن المطحون. التبن المطحون شنو هو ديال الفرينه والربيع، كنطحنوه وكنعطيوه للبقرات. مثلا عندي خيشه ديال لونسيلاج كندير لهم نص خيشه ديال التبن. وشوفوا اللي كيعطي التبن مطحون البقرات خاصهم يكونوا واردين ولا يعلفهم ويوردهم. لاش؟ حيت التبن المطحون كيكور البهيم. هادي نصيحه الخو، تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا. تبن مطحون راه كيكولي البقرات، كيكور ليهم في كرش ديالهم. مثلا انا علفت البقره دابا وما عطيتهاش الماء، هذاك التبن كينشف وكيكور. انا خرج لي على بقره واحد النهار، هذيك الضروبه فينا هي هذيك خويا، كنت داويتها عطيتها الري مع الصباح وعطيتها العلف ما وردتش حتى الغد. البقره 3 ايام مع 4 ايام وهي منفوخه ما كتاكل ما والو، تكولات. دابا داك التبن كيكور كيولي بحال الحجره. المهم الخوت التبن مطحون ما نقويش البقر، ديما نفورسي عليه النخاله ونفورسي عليه لونسيلاج حتى الغلم راه كيكور. وانا حاشاك قتل لي حماره. الحمير تا هما حاشاكم اخوت ما تعطيوش باش التبن مطحون، حيت التبن مطحون راه صعيب شويه. انا قتل لي حماره كولاها ما بقاش كدير ما عرفت نثوها من الماء ولا ما عرفت كيفاش. المهم هادشي هو اللي كاين. انا دابا هذه نصيحه قلتها لكم، الا بغيت نعطي التبن مطحون البقرات نوردهم ما نفاهمش من الماء واخا يكون الحال بارد. وما نفورسيش بزاف، نفورسي عليه النخاله ونفورسي عليه لونسيلاج. مثلا كنت باغي نعطيه خيشه ديال لونسيلاج نعطيه منه هو غير نص خيشه وقل من نص خيشه، حيت هو ما عنده ما يدير غير كيعمر الكرش وصافي. وهذا هو اللي كاين الخوت. هو الكوري تبارك الله فينا هو. المهم انا بقر نديرو غير سميتو عشاقه وصافي. الغلم اللي عزيز عليا البقر شويه ما عنديش معاه. ودابا راه مخلي لي قطار ديال الزرع سارح فيها، غير 5 البقرات سارحين في قطار. وكاين 3 عجيلات ما كيخرجوش كنحش ليهم وكنجيب لي من هذاك التبن ديال القمح عندي وكنعطيهم التبن ديال الفرينه. ودابا ملي ما كيخرجوا الكلاث راه ما كنعلفهمش، كيسرحوا مع الصباح حتى كيفوت الظهر عاد باش كيدخلوا. المهم الخوت اللي احتاج شي حاجه راه مرحبا الف مرحبا يصوني ليا ما يترددش. اللي بغى يسول على شي حاجه، اللي بغى اي حاجه كما قلت لكم بحال هذه نعطيها 80 سنتيم ديال الريب وندق لها 4 سنتيم في العنقره ديال الجلبه ديال المراره. البقره حتى هو كيضربوا المراره. انا راه مات لي عجل بالمراره عطاوني فيه 2 الملايين قال 10000 وكنت قاطعونا ب2 الملايين و20000 وما قسمش الله صباح ميت. وملي سولت الناس قال لي راه المراره اللي فرقعات. هذيك تبارك الله عليكم اخوش والله يعاونكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.